هو بصراحة فيديو أنا كنت المفروض أنزّله هو تحليل مباراة الزمالك والمريخ، كنت عايز أتكلّم في كام نقطة كده، وللأسف طبعًا مواعيد رمضان الدنيا متلخبطة، وعارفين طبعًا الوقت ضيّق في رمضان، فأنا هاختصر الموضوع ويعني إيه في عجالة شديدة جدًا هاتكلّم على كام نقطة في مباراة الزمالك والمريخ السوداني آخر مباراة، هنعقّب بس على كام نقطة كده نتكلّم عنهم. و وإن شاء الله بإذن الله لو في فرصة هنتكلم عن بعد ماتش المصري باستفاضة أكبر عن الحاجات دي. طيب بالنسبة لماتش المريخ، إحنا كان عندنا 3، 4 مشاكل هنتكلم عنهم في عجالة بسيطة جدًا. أول مشكلة كانت عندنا هو حسام عبد المجيد اللي هو بقى له فترة كبيرة جدًا بعيد عن مستواه جدًا، والسبب أنا ما أعرفوش، يعني لأ قالوا إن لأ كان في مشاكل فنية، في مشاكل إدارية، في لعيبة جات، في مش عارف إيه، بس أنا مش ما فيش أي مبرر يخلّي حسام عبد المجيد مستواه متراجع ومتذبذب لهذه المرحلة، تمام؟ النقطة التانية كانت عندنا هو لسه يعني الناس تصبر على الونش شوية يا جماعة، الونش لسه راجع من إصابة كبيرة وبقى له فترة كبيرة على الملاعب عشان ياخد فورمته ويرجع هياخد وقت كبير جدًا، يعني الموضوع مش سهل يعني دي إصابة طويلة جدًا وكانت إصابة صعبة وهو كان متحامل على نفسه بقى له فترة كبيرة جدًا، تمام؟ النقطة التالتة محمد صبحي لازم يكون مركّز أكتر من كده، مش معنى إن أنت بقيت بتلعب وعواد احتياطي إن أنت خلاص ضمنت مكانك، لأ مكانك مش مضمون، لازم تركّز في الكور العالية ولازم تتوقع صح وما فيش حد بيحط اللي يصُد كورة ويحطها جوّه الملعب، أي حد بيطلّعها برّه الملعب. طبعًا هو لعيب صغير وأتمنى إن هو يتدارك أخطاؤه وإن هو يراجع نَفْسه في الكور والألعاب بتاعته عشان يحسّن ويطوّر من مستواه، عشان ما ينفعش ده يبقى حارس نادي الزمالك وعنده الأخطاء دي. طيب النقطة الرابعة والمهمة جدًا هو محمد أشرف روقة. محمد أشرف روقة على المستوى الفني أنا تقييمي ليه هو لعيب متوسط. طيب اللعيب متوسط له إيجابياته وله سلبياته، له إيجابياته إيجابيات محمد أشرف هو أحسن لعيب بينقل كورة من ورا لقدام، عنده كرات طولية ما فيش حد تقريبًا في الزمالك بيلعبها مش هاقول في مصر لإن في مصر ممكن يكون في ناس كتير أكتر أفضل من محمد أشرف روقة في الكرات اللي من ورا لقدام، بس في عندي مشكلة بقى، أنت دلوقتي لمّا تيجي تلعب محمد أشرف روقة وأنت بتلعب في ملعبك، ده مش ميزة دي حاجة سلبية، ليه؟ أنا مش محتاج ألعب كور طويلة، أنا بالعب في ملعبي، فالفرقة اللي قدامي بتدافع، فأنا مش محتاج ألعب كور طويلة، فأنا محتاج واحد يفصل هجمات، فلما واحد يفصل هجمات مش هيبقى محمد أشرف روقة، لإن هو بطيء جدًا، وتمركزاته في بعض الأوقات كتير غلط، وتمركزاته غلط لإنه مش مركّز في الملعب، لإنه الضغوط عليه والانتقادات اللي عليه مخلّياه مش مركّز في الملعب، فده طبعًا مش مبرر، أنت لعيب في نادي الزمالك ولازم يكون عليك تحمّل الضغوط وتحمّل الأزمات اللي هي أنت بتقدر تمُر بيها، وإن أنت تقدر اللي بتثبت إن أنت لعيب تقدر تلعب في نادي الزمالك والّا ما تقدرش تلعب في نادي الزمالك، تمام؟ سيف فاروق جعفر برضه هو المحور التاني كان في خط النُص، واللي كان بسببه إن الزمالك خط نُص ما كانش متّزن، إحنا كان خط النُص بيتاخد مننا على طول في معظم الماتشات اللي فاتت. طيب سيف فاروق جعفر لعيب fighter لعيب روح، لعيب كورته حلوة، لمسته حلوة، بس عندي مشكلة وتعقيب باقوله له ده الماتش التالت أو الرابع أقوله له يا سيف يا جعفر أنت لعيب منتخبات، لعيب نادي الزمالك، ما ينفعش مستواك البدني يبقى بالشكل ده. الناس دلوقتي بتتطور بطريقة لا تتخيلها، لازم تجيب مُعِد بدني، أخصائي تغذية، لازم تجيب ناس تشتغل معاك private coach ييجيك يعمل لك تحليل لأدائك وتعلّي من نَفْسك وتطوّر من نَفْسك. لو أنت عاوز تبقى حاجة، أنا طبعًا مش المفروض يعني أنت مش مستنيني أقول لك الكلام ده، بس أنت ممكن تكون مش واخد بالك منّه، وإن الدنيا يعني زي ما بتقول كده إيه، المكان فاضي وأنا بالعب والناس مبسوطة منّي، فلأ، في حاجات هتفرق معاك، ممكن الحاجات دي فيما بعد تلاقي نفسك بتُقع منّك، مدربين ممكن ما تلاعبكش بسببها، يعني كان فيريرا دايمًا بيعَقّب على النقطة دي عليك دايمًا، فأتمنى إن أنت مش عيب، والكلام برضه للعيبة الزمالك كلّها، مش عيب إن أنت تجيب حد مدرب أخصائي يشتغل معاك، إن أنت تطوّر من نفسك، تشتغل على أخطائك، تشتغل على نُقط ضعفك تقويها.
ده مش عيب، ده في الكورة، ده في كل العالم بيتعمل كده. محمد صلاح أبرز مثال لينا بيعمل الحاجات دي، مع إن هم عندهم هناك مدربين من أحسن ما يكون، بس برضه هو عايز يطور من نفسه، عايز يبقى حاجة، عاوز يبقى يفرق عن الناس اللي جنبه. طيب نخش بقى على الخط الأمامي. هو مصطفى شلبي، أنا يعني هو رتمه مش واحد طول الماتش، اوقات دايما بياخد القرار الصعب، نفسي ما يصعبهاش ونفسي يلعب السهل. يعني هو لعيب كوره كويس، انا من واحد من شايف مصطفى شلبي لعيب كويس، ودايما ضد الناس اللي بتنتقده عشان اصل بقول لك اصله كان اهلاوي، اصل مش عارف إيه. انت تشوف الناس كلها دلوقتي اللي لعيبه الزمالك اللي كان في الزمالك بتبوس تيشيرت في انديه تانية والعكس. فلعيب مصطفى شلبي محتاج بس تلعب كورتك، تلعب كرة سهلة، ما تصعبهاش على نفسك. الناس مش مستنية منك ان انت تشوف ان انت من اللي ما جابتوش ولاده. احنا محتاجينك بس تأدي وتلعب في اطار وروح جماعية، ان انت تبقى مع الفريق، مش هتلعب لوحدك. عشان زمن ان انت هتلعب لوحدك ده، وان انت عاوز تقول للناس انا اشرف بن شرقي، لا مش هيحصل. اشرف بن شرقي لعيب كان مختلف، وكورته مختلفة، ومفيش حد زيه في مصر بيلعب الكرة بتاعته، كرة سهلة، كرة بسيطة، وكان بيقدر برضو جماعيا يكون جماعي. احمد بالحاج لعيب كويس جدا، انا منتظر منه فورمة اعلى. هو بعض الشيء بطيء شويه، بيتحرك بالكوره مش سريع. عنده كده، حاسه كده ستايل عبد الله السعيد، بيقف، بيعرف يباصي، بيعرف يتحرك، عنده رؤيه، شايف الملعب. مش هحكم عليه من دلوقتي، انا مستنيني اشوف منه حاجات. انا عندي ملاحظات عليها، بس يمكن انا يعني الماتش ده مش ماتش هقدر احكم عليه منه ولا حاجة، بس اتمنى ان شاء الله نشوف احمد بالحاج مستواه افضل وافضل الماتشات الجاية. احمد سيد زيزو لما لعب جنبه ناس فايقة، الدنيا فاقت معاه فبدأ يتحرك. ناصر منسي لعيب ممتاز جدا. يعني بيقول لك انا مهاجم زمالك، مهاجم كويس. مش هقول مهاجم زمالك عشان ممكن تكون الكلمة دي تقيلة عليه، وفي نفس الوقت تحط عليه ضغوط، بس هو لعيب ومهاجم كويس. طيب اخر نقطة، ودي نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا والله، وكنت بنادي عليها، اللاعب اللي اسمه عبد الله محمد، اللي هو نزل اخر الماتش وعمل الاسيست لناصر منسي في الجول، الهدف الرابع. لان المذيع يا جماعه، المذيع الداخلي المذيع للمباراه قال ان التمريره كانت من محمد اشرف رؤى، لا التمريره كانت من عبد الله عبد الله محمد. وده لعيب ممتاز جدا جدا يا جماعه، ونفسي ياخد فرصته مع بعض اللعيبه تحت، اللي هي نفسي ان هي تكون موجوده، لان هي افضل بصراحه من اللعيبه الموجوده ومن الكواليتي الموجود، بس محتاجين مدرب كويس يطورهم من أدائهم ويصلح الأخطاء اللي عندهم. لأن طبعا مش هينفع أنت تبقى تلعب فريق الزمالك ونتحمل أخطائك ونتحمل مشاكل اللي هي عندك، أو السلبيات والإيجابيات. أتمنى إن احنا نكون أو أنجزنا الموضوع في أبسط الظروف. أنا طبعا طولت جدا بس معلش يعني. وإن شاء الله بعد ماتش المصري هنبقى نكمل نتكلم على بعض الحاجات كده المهمة جدا 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 في النادي. وإن شاء الله نكون نتكلم وإحنا بعد انتصارنا على النادي المصري. الماتش هيبقى بكرة أو النهاردة بمعنى صح، إحنا دخلنا التلاتة أهو. الساعة 9:15 في استاد الجيش وبرج العرب. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونكون منتصرين بإذن الله. شكرا جدا.